سألك الدوري هيبدأ إمتى، لازم نسأل سؤال أهم: رايحين على موسم قوي ولا على موسم فوضى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة نسر التحليل. يا ريت تدعمنا باللايك الجميل. رابطة الأندية أعلنت رسميا إن الدوري المصري الممتاز هيبدأ يوم 8 أغسطس، بس وسط الكلام عن الميعاد والنظام في قرار غريب جدا عدى كده من غير ما حد يقف قدامه. الموسم ده هيشارك في الدوري 21 فريق. 21، مش 18 زي الطبيعي ولا حتى 20. رقم فردي غريب وقرار بصراحة شايفينه خطر جدا على الدوري. ليه؟ لأنك بكده بتزود عدد الفرق وبتقلل عدد الجولات في المرحلة الأولى، وبتدخل في تعقيدات تنظيمية كتير هتأثر على جودة الدوري وعدالة المنافسة. الموضوع بدأ لما تم إلغاء الهبوط الموسم اللي فات، ومن وقتها والدنيا ماشية في طريق شكله مش محسوب كويس. بدل ما نلم المسابقة ونرجعها لمسارها، لأ، نزود عدد الفرق ونصعب الجدول ونرجع تاني دوامة التأجيلات والضغط. بس رغم كده الرابطة بتقولك احنا ناويين نكمل الموسم في مدة ونرجع الانتظام، والميعاد الرسمي لبدء الدوري هو 8 أغسطس والختام في مايو اللي بعده، يعني نفس توقيتات الدوريات الأوروبية الكبيرة. والموسم ده هيكون بنظام المرحلتين: دور أول كل الفرق تلعب فيه مع بعض مرة واحدة، وبعدها يتقسموا المجموعتين: مجموعة تتويج ومجموعة هبوط. بس هل ده كفاية علشان يعمل موسم محترم فعلا؟ ولا النظام الجديد ده محاولة للترقيع بدل ما نواجه المشاكل الحقيقية؟ تابع معايا الفيديو للنهاية علشان هنفسر كل ده دلوقتي. نخش على حاجة كلنا مستنين نعرفها: مين الفرق اللي هتلعب في الموسم الجديد من الدوري المصري؟ عندنا 21 فريق زي ما قلنا، وده رقم كبير وقرار شايفينه عليه علامات استفهام. بس ده مش معناه اننا ما نعرفش نرتب الصورة كويس. الفرق اللي هتشارك هي الأهلي والزمالك وبيراميدز، وكمان المصري والإسماعيلي وإنبي وسموحة، وكمان الاتحاد السكندري وطلائع الجيش وزد وحرس الحدود، والبنك الأهلي وفاركو وسيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وبتروجيت وغزل المحلة. وطبعا عندنا 3 فرق صاعدة حديثا للموسم ده. المقاولون العرب راجع للدوري الممتاز بعد غياب كان له تاريخ كبير في البطولات، ووادي دجلة راجعين بمنظومة محترمة والشباب عندهم طموح، وكهربة الإسماعيلية مفاجأة الموسم: الفريق بيصعد لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز، ودي قصة نجاح تستحق الاحترام. كل القرارات دي مش جاية صدفة، دي بالتنسيق مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب علشان يضمنوا استعداد محترم للتصفيات وكأس العالم. والموسم هيبدأ بدري علشان يخلص بدري ونجهز للمنتخب معسكر محترم. كمان تم تحديد قرعة الدوري في الفترة من 20 ل 25 يوليو، وده هيكون أول مفتاح للجدول. الدوري السنة دي شكله مختلف تماما: ميعاد جديد، نظام جديد، عدد فرق أكبر، وتخطيط أحسن بكتير. انت شايف مين هيستفيد من النظام الجديد؟ وهل الأهلي وبيراميدز والزمالك هيفضلوا مسيطرين ولا نشوف مفاجآت زي سيراميكا والبنك الأهلي؟ اكتب لي رأيك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان عندنا موسم ناري ولسه الكلام فيه كتير.